الفيلم بنشوف فيه ناس ما فهمتوش، فكتبت بوست على الفيسبوك من كتر غلي كتبته بالانجلش. هل تروح تعيش تاني في لندن وشيفيلد وباترفيلد، ولا تفضل عايشه في طلبيه هرم بقى المغربلين؟ مستشفى الدكاترة بيشخصوه ان هو عنده بوست تروماتيك ديس اوردر. حضرات السادة الأفاضل، بيبتدي الفيلم بالصورة دي. اللوحة اللي في السقف دي بارودي للوحة مايكل أنجل، بتمثل عندهم إعطاء الحياة، لكن هنا في الفيلم ده ليها معنى تاني خالص هنفهمه كمان شوية. بيومي فؤاد في المشهد ده كان جامد جدا. عمري ما حوشت جنيه ولا جريت وراها. وهو على سرير الموت بيبدأ يحكي لعيلته قصة حياته، ازاي بدأ من الصفر وازاي عمر البيت الكبير ده وبينام يمين. غلط يعني، ما غلط. بس استنى، احنا قبل ما نتكلم عن قصة الفيلم محتاجين نتفق على كام حاجة كده. اولا الواقع العبثي اللي هنا هنسميه الماتريكس. ثانيا السيستم هو السيستم. كريم الشناوي مخرج الفيلم ده مش مخرج، ده مبرمج. بيخرج محمد ممدوح يكلم حجاز اخوه ويقول له شد حيلك تعالى على مهل. كل ده بيحصل يوم وقفة العيد، وبيظهر المشهد العبثي ده على الاغنية دي. لحد هنا حلو عليك قوي كده. خلاص كده انا مش هحكي لك الفيلم، انا هفصص لك الفيلم. الفيلم مش فيلم كوميدي، ده فيلم دراما، فيلم تراجيدي هيوجع لك بطنك من كتر الضحك. الضحك هنا مش عادي، مش زي الافلام التانية، دي كوميديا عبثية. وعشان العبثية دي تكتمل، الخير مش هيكسب في الاخر والشر هو اللي هيكسب، والطماع هيتحاسب والفلوس هتتحرق، الموميا هتتحط خيال مآت. الفيلم بيتكلم عن الدنيا، بيشرح الدنيا، ايه شكل الدنيا دي، ايه شكل الناس اللي عايشة فيها. بيتكلم عن الواقع، الماتريكس اللي احنا عايشين جواه. لو فاكر بقى ان ده فيلم كوميدي، يبقى انت معلم جوه الماتريكس، وطالما انت جوه الماتريكس ربنا معاك. المخرج كريم الشناوي مش بيبدأ الفيلم بضحك، ده بيبدأ بهبوط اضطراري للوعي. الكاميرا هنا بتاخدك من المقدسات اللي في السقف وبتنزل بيك على الأرض للطمع والدناءة البشرية. في الفيلم ده استغفر الله العظيم يا رب، جلال مش بيوهب الحياة، ده بيدي لولاده لعنة. الماتريكس بتمهد لك ان المقدس ملوش وجود. السادة بتوعنا دول مجرد بشر تافهين بيتمسحوا في الدين والتقاليد، وهم اصلا غرقانين في خرى المادة. بعد موت جلال البلاعة بتتفتح، بنعرف ان عيلة الافاضل مش افاضل ولا حاجة. الموضوع بيتحول من جنازة لمسرحية تمثيلية. جلال اصلا ما ماتش، دي تمثيلية رسمها جلال وابنه الكبير ومراته علشان يهربوا ب5 مليون جنيه، واخدينهم من سمير ايطاليا تاجر الاثار اللي دفع عربون، وعايزين يهربوا من خيري عم طارق اخو جلال اللي عايز يورث معاهم في المقبرة. حجازي اصلا جاية من القاهرة بايجو عالي قوي ومستعر من اهله. جلال أبو الفضل بيحسس وطي صوتك. بيحسس وبياخد على وشه قلم بيفوقه. في عز الدوشه دي، في عز الحدوته دي، في 3 حراميه عايزين يسرقوا البوسطه اللي جنب بيت جلال، مستغلين الزحمه والهرجله اللي هتحصل. الفيلم مره واحده بيتحول لسيرك. ايه ده؟ بس استنى، هو اشمعنى كل ده بدأ بيوم الوقت؟ فكرت فيها؟ احنا خارجين من شهر الصيام، مرحله ضبط ترددات الروح. الفيلم بيبدأ بالظبط في اللحظه اللي الشياطين بتتفك فيها، ليله بيختلط فيها كحك العيد بصويت الجنازه. هي دي البيئه الخصبه للماتريكس. بياكلوا سمنه بلدي. هو بيزرع فيك ان الانسان كائن مادي، واول ما الوازع الديني بيخلص بيرجع ينهش في لحم اهله عشان الفلوس. التفصيله المرعبه بجد هي الموميا. الماتريكس بيحب يجمع الرموز القويه ويحولها لشيء تافه. الملك المصري العظيم بيظهر في شكل خيال مآت في الغيط. هو بيكسر القاعده، بيقولك ان الموميا موجوده وممكن اي حد يلاقيها، بس في الحقيقه اللي لقاها معرفش قيمتها، لدرجه ان هي بقت لا شيء ومنظومه عبثيه جدا محدش فيها بيفهم المعنى السامي. يا عم انت عايز تقول ايه؟ يا عم انت زهقتني. الشخصيه الوحيده اللي بتقول الحقيقة هنا هي الطفل اللي أمه كل شوية تسكته، ودي رسالة من السيست للأجيال الجديدة. لو شفت الحقيقة اسكت. الحقيقة جوه الماتريكس قلة أدب. هات سيجاره. ما تخف سجاير عشان صحتك، انت لسه ميت. مبروك. هو العدل اللي مش موجود في الحقيقة. المبرمج حطه كبنج عشان يهديك شوية وسط السواد ده كله. تايسون هنا مش بلطجي ومش ظابط، هو بيمثل الإنسان المصري المحشور، محشور بقى بين بر والديه وبين رغبته في النجاة. كده برضه يابا ترد لي مع راجل زي دي؟ ده انا بزرق وملوش كبير. وهو عارف اللي فيها وعارف ان هو عايش وبيمثل ان هو بيموت. دي قمة الواقعية. ده عن ابو الطمع اللي رمانا في نايبه زي دي. هقول ايه؟ الله يسامحك اللي عملته فيني. تايسون بيمثل الولاء الأعمى اللي الماتريكس بتزرعه جواك تحت مسمى الأصول، الله يسامحك اللي عملته فيني. لدرجة ان هو بيقبل يدفن دبدوب مكان ابوه عشان يحمي السبوبة. اسره. المفارقة هنا ان تايسون هو الشخصية اللي بتحاول تلم الخرا اللي الكل بيعمله، وفي الاخر هو اللي بيلبس الكلبشات. حجازي هنا بقى بيمثل طبقة الافندية اللي راحوا اتعلموا في القاهرة وشايفين نفسهم ارقى بكتير من اهلهم الفلاحين. حجازي بيبقى دكتور وبيخطب لميس، لكن في لحظة واحدة السيستم بيدمره، بيفكروا ان هو منهم. هو الصغير ما يعرفش حاجه. بص ايدك يا سمير بيه. هزاع
ده ما كانش ألم لحجازي بس، ده كان ألم لكبرياء الطبقة المتوسطة كلها، اللي فاكرة إن الشهادة هتحميها من الواقع، من الشارع، من الغابة والمادة. في ايه؟ بيزعق كده ليه؟ في ايه؟ انت بيزعق ما بيزعقش. حجازي ده هو الترس اللي فاكر نفسه بره الماتريكس، بس في الحقيقة هو كبش فد، نهايته في السجن برضه. حتى لو انت محترم السيستم هياخدك في الرجلين، السيستم ما بيرحمش. نعم. بيومي فؤاد في دور جلال ابو الفضل هو مثل قمة الخبث. بيومي مش بيعمل كوميديا، هو بيمثل دور واحد بيمثل، تفهمني؟ بيمثل بجد، بيمثل ان هو بيمثل. انا بس عاوزكم تفتكروا ان كل اللي عملته كان عشان الافاضل. خدت بالك من بيومي وهو متنكر في النقاب؟ بص على الرسمه دي، ايه الرسمه؟ ايه اللي جاب الرسمه دي هنا؟ دي رسمه ممكن تكون دينيه وممكن تكون ماسونيه. ايه اللي جابها على ظهر لبس ديني؟ في البرمجه دي عمليه تشويه بصري للشيء المقدس. الماتريكس بيقولك ان ده الراجل النصاب ده لابس ست منقبه وعليه رموز غريبه. هو بيقولك كده علشان عقلك الباطن يربط ما بين الدين وما بين الخداع والرموز السريه. تفهم حاجه؟ هو عايش في قداسه زائفه، مبين للناس ان هو من الافاضل، تقول له 200 يديني 220، وان هو ميت في سبيل الله، وهو قاعد بيعد دولارات في الأوضة عادي. نهار اسود، يا نهار اسود. سمير قطاليا المجرم تاجر الآثار بيموت وهو بيتوضى وراح يصلي. ليه بقى يا عم المبرمج؟ المخرج هنا بيضرب في ثوابت الجمهور. هو بيقولك ان الطقوس الدينية مش ضمان للأخلاق، عادي ممكن يبقى في واحد حرامي ونصاب وتاجر آثار وأدوا الأمانات إلى أهلها وتاجر مخدرات وبيعمل كل حاجة وحشة في الدنيا وبيصلي، والناس بتشوفه بيصلي كده. براحتني. مبروك شخص ضعيف عقله على قد، بس هو الوحيد اللي نقي، هو العنصر الخيالي اللي مش موجود. انتوا اللي عملتوا كده؟ بس قدر يغلب سمير قطاليا، وهنا تبان الرمزية بقى. مبروك هو الفطرة اللي الماتريكس مش قادر يبرمجها، هو اللي بينجو من حرق المحل، هو الشخصية الوحيدة اللي بتتحرك بحب مش بطمع. اداله باكو ميتينات وخدوا منه، واداله باكو ميات وخدوا منه، ورضي برضه بالخمسينات، عشان كده هو اللي انتصر في الاخر. تيجي تقول لي لا الفيلم هنا فيه سقطة كبيرة قوي، اللهجة دي مش مظبوطة. هقول لك الممثلين فعلا بيتكلموا لهجة تعبان، فلاحين كده بس بلكنة مودرن، لكن مش هتقدر تمسكها على المخرج، على المبرمج، اللي هو عايز يقول لك ان اللي بيحصل ده بيحصل في اي مكان. المكان ده اصلا مش موجود. هو ابتدى الفيلم بمشهد عبثي، عايز يثبت لك ان الفيلم كله عبثي، ده مش حقيقي، مفيش حاجه هنا حقيقيه. هو عمل انفصال فني عن الواقع الحقيقي اللي هو بقى بره الماتريكس والماتريكس، الواقع الحقيقي ملناش دعوه. بس لما الماتريكس يحب يصور الريف بيصوره بعيون المدينه، فيطلع عندك منتج هجين مشوه، لا حصل فلاحين ولا حصل مدنيين. ده انتوا ناس كمل وافاضل والعيب عمرها ما طلعت منكم، لعمر كان ليكم في السكك الحرام وانا في الشغل الشمال. مصير الابطال واقعي، هم حاولوا يوازنوا الامور بس في الاخر دخلوا السجن. جلال في غيبوبه، ولا هو ميت ولا هو حي، وسميره بتهرب بالفلوس وخانت الكل. الموميا فضلت خيال مات. الماتريكس بتقولك ان الحقيقه الموميا او التاريخ هتفضل مركونه، محدش هيستفيد منها، واللي يحاول يلعب مع السيستم او يخبي الحقيقه هينتهي بيه الحال يا اما مسجون او مغيب. تلاقي بقى كريم الشناوي دلوقتي قاعد بيقول انا عملت كل ده لو شاف الفيديو يعني. كريم الشناوي في الفيلم ده ما كانش مخرج بجد، ده كان هو المبرمج. المخرج هنا كان عنده قدرة مرعبة ان هو ينقل لك واقع من خلال الاضاءة. كادرات هنا كانت عبقرية، كادرات ضيقة، كادرات ضيقة قوي، كادرات واسعة قوي. كريم الشناوي بيستخدم الكادرات الواسعة لما بيصور الجنازة عشان يوريك الفوضى، بس لما بيدخل اوضة جلال الكاميرا بتبقى خان كلوس اب. ليه؟ هو بيوصل لك رسالة ان الحقيقة مخنوقة جوه الاوضة دي، الزحمة اللي بره دي مجرد ستارة. عشان كده كل ما الحقيقة تخرج من الاوضة دي الدنيا تختلف، تحصل مصيبة اكبر. كل شوية في مصايب، في حاجة بتؤدي لحاجة، الدنيا مش ماشية سبهللة. لا، في السينما المصرية دايما طول الوقت الام دي هي الوتد، هي الست الامينه. يا جلال يا اللي نايم جوه الله. لكن في السادة الافاضل الماتريكس قرر يضرب الرمز ده في مقتل. الام ماديه جدا، في بدايه الفيلم هي بتبقى عارفه كل حاجه، بس الصدمه بتخليها تخلع بشنطه الفلوس وبتسيب عيالها هم بقى يلبسوا قضيه اثار ويتسجنوا، وهي تروح تتجوز عيل من دور ولادها. ده مش مجرد تحول درامي، الماتريكس بتقولك ما تثقش في حد، الفلوس لما بتظهر الناس بتتجنن. وديك شايف الدنيا عماله تتكربس، وكل مدى بتتكربس زياده وزياده. الماتريكس هنا بتفكك الاسره، لان دي اخر حاجه ممكن تقف قدامها. هو بيوريك ان الام خاينه، بيكسر جواك الامان الفطري وبيسيبك وحيد قدام السيستم. كريم الشناوي السيناريو الخبيث ده صوروا القريه كانها وقر افاعي كبير، الاب نصاب والعم بيبصم اخوه الميت على املاكه، والاب محشور واللي حواليهم حراميه او ناس بتتفرج. الفيلم بيعري النفاق اللي بنعيشه. انت اصلا لما تشوف الريف بالبشاعه دي عقلك بيبدا يتقبل ان الفساد هو الاصل، وان مفيش مكان نقي تعرف تروح، بيبقى عندك يأس. وده بالظبط اللي الماتريكس عاوزاه. واحده من اذكى اللقطات في الفيلم لما بيحطوا الدبدوب جوه النعش. غسل دبدوب؟ طب ما كده يكمكم.
الاب رمز السلطة والحكمة، الاب ده اللي هو الاصل بيبدلوه بدبدوب. دي عملية تسخيف للمقدس. المقدس اللي كان في اول الفيلم ده اصلا دبدوب. يعني لما الناس شالت الخشبة ولقوها خفيفة وافتكروا ان النعش طاير وافتكروا ان دي من كرامات الحاج جلال، دي كانت قمة السخرية من التدين الشعبي. الماتريكس بتضحك على جهل الناس اللي مستعدين ان هم يقدسوا دبدوب لمجرد يعني ان هو متغطي بقماشة خضراء. التحليل العميق هنا ان احنا في حياتنا بنقدس دباديب كتير جدا وفاكرين انها كرامات. السيستم هو اللي بيحرك الخيوط من فوق. بعد رمضان بمجرد ما السلاسل اتفكت احنا شفنا الغل، شفنا الغد، وشفنا الطمع. المفارقة بقى ان الفيلم اصلا بيبدأ باغاني العيد وبيخلص في السجن. دي بقى معلم فجوة بتعملها الماتريكس عشان تحسسك ان الافاضل مش افاضل، وان التدين الظاهري ممكن يبقى وراه شيء بشع جدا. طفل حمدي هو الرادار، هو الحقيقي، هو اللي عارف ان جده متجوز وعارف ان خاله نصاب، بس السيستم طول الوقت بتزق. روح ودع جدك، ده كانت روحه فيك، روح. ممكن قبل ما تطلع فندق ربنا تسيب لي العيدية. هسيبها لك مع خالك. الماتريكس بيحاول يبرمجه. حمدي هو جيل الوعي، والمبروك هو الشخصية الوحيدة اللي مش عارفين يبرمجوه، هو اللي بيتحرك بالبركة. الماتريكس بتخاف من الناس العفوية اللي مش ماشيين على كتالوج. المبروك نجح لأنه ما بيفكرش بحسابات المادة. في آخر مشهد الموميا اتحطت في غيط واقف عليه غراب. يعني التاريخ والآثار والحضارة اللي بنفتخر بيها دي جوه الماتريكس ما بتخوفش حتى الغربان. الملك اللي كان بيحكم الأرض بقى عروس واقفة في الهوا وسط الزرع ومحدش عارف قيمتها. والماتريكس المادية يعني هي اللي كسبت. الموسيقى كانت خبيثة جدا، ربابة وناي، بس بتطلع موسيقى ملحمية. المزيكا مش فرايح رغم ان الفيلم كوميدي، كانت دايما بترددات منخفضة عشان تفضل جوه الفيلم حاسس بتوتر. الماتريكس تستخدم المزيكا عشان تثبت المعلومة. دي عملية غسيل مخ سمعي، دي عملية غسيل ودان جوه عقلك الباطن. اختيار اسم محمود العويل ده مستحيل يكون صوت، هو اصلا عويل تافه، في حين ان السادة الافاضل النصابين الكبار يعني هم اللي اذكياء ومستخبيين. هو من العيلة بس تافه عويل ومش افاضل برضه. هل بقى الواقع فعلا كده ولا الماتريكس هي اللي عايزانا نشوفه كده؟ السادة الافاضل فيلم بيحكي قصة بيع الارض، اثارها، قيمتها، هويتها، بشنطة دولارات. فيلم ساعتين بس ساعتين، والتطويل هنا مقصود. الماتريكس عايزة تزهق، عايز يوصلك لحالة من الملل. لما تبقى قاعد ملان بتضحك وملان، ركز معايا، ده لما تبقى قاعد زهقان والفيلم يبقى طويل انت بتفقد التركيز في التفاصيل الصغيرة وبتبتدي تشوف الصورة الكبيرة. بيحط لك مشهد طويل ممل عشان عقلك الواعي يبقى نايم وعقلك الباطن هو اللي يستقبل المعلومة دي. الماتريكس دايما بيصور لك ان المتمرد او الحرامي الصغير يعني هو شخص غبي فاشل. هو بيزرع فيك ان انت حتى لو فكرت تخرج عن السيستم او تسرق من السيستم هتكون نهايتك الكلابوت. خدت بالك ان الدبدوب كان اخضر؟ اللون الاخضر في العقل الباطن للمواطن المصري مرتبط بالبركة والاولياء الصالحين. بيربط اللون الاخضر بجنازة مزيفة، والميت دبدوب لون اخضر هو اصلا بيسحب منك الشعور بالامان تجاه الرموز دي. هل بقى كريم الشناوي هو اللي عمل الماتريكس دي ولا هو كاشف ليه؟ الاحتمال الاول ان هو مخرج عبقري بيستخدم ادوات السينما بحرفيه تامه. هو بيوريك بشاعه الماتريكس وبيقول لك صوره عليها. الاحتمال الثاني ان السينما نفسها هي المبرمجه وكريم مجرد مبرمج شاطر بينفذ كود. الماتريكس بتحب الافاضل اللي غرقانين في عباده الماده. انت بقى خليك حقيقي، خليك زي الطفل حمدي اللي بينطق بالحق حتى لو السيستم كله حاول يسكت. الماتريكس ما بتخافش من اللي عارف، هو بيخاف من اللي فاهم وبيتحرك. اللحظه اللي هتبطل تشوف فيها الساده الافاضل كفيلم كوميدي او كتسليه وبدات تشوفه كبرمجه، هي دي اللحظه اللي هتفهم فيها السيستم بيحتضر والوعي هو الشاكوش اللي هيهد المعبد على اللي فيه. سلام.